ازاي نعمل انسبيريشن لتصميم سوشيال ميديا للسوق السعودي. والهدف من الفيديو ده ان المصمم يخرج وهو عنده معلومات وطريقة بحث يقدر يستخدمها مع اي عميل. بس السؤال هنا، انت تعرف السوق السعودي اصلا؟ زي مثلا ايه هي المناسبات اللي بيهتموا بيها، وايه اللي بيميز السوق السعودي عن غيره؟ كل ده وهنعرفه اكتر كمان، وهنعمل انسبيريشن حقيقي وهنحلل تصميمات السوشيال ميديا ونطلع منه بتصميم بصري قوي تقدر تبني عليه تصميمات. وكمان هنتكلم عن اهم القواعد اللي تخليك تقدر تشتغل في السوق السعودي بشكل صح. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو ده بقى هنعرف كل التفاصيل اللي اتقالت في المقدمة دي، وتعالى نشوف هنبدأ منين. اول حاجة ولازم تعرفها انك ما تفكرش ان السوق السعودي ليه ستايل واحد. انت كمصمم جرافيك لازم تفهم السوق زائد الجمهور والمجال والمناسبة والهدف والمحتوى. طيب ده بقى اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي ونبدأ بيه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثلا المناسبات عندهم ده جزء مهم جدا جدا انت لازم تعرفه. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في الوطن العربي عامة، او احنا كعرب عندنا رمضان، عيد الفطر، عيد الاضحى. ده كلام لا خلاف عليه في الوطن العربي كله. طيب الحاجات بقى اللي بتفرق في السوق السعودي وهو يوم التأسيس اللي هو في يوم 22 فبراير، واليوم الوطني يوم 23 سبتمبر. وطبعا في مواسم وفعاليات كبيرة جدا زي مثلا الرياض اللي هو موسم الرياض. بس اهم الحاجات بقى اللي لازم نعرفها بقوة جدا وهو اليوم الوطني واليوم التأسيس. ده اللي احنا هنركز عليه فيه عشان نقدر نستخدمها في السوشيال ميديا. ده شكل الصفحة او الهوية بتاعت اليوم الوطني زي ما انت شايف كده. دي الهوية الكاملة بتاعت اليوم الوطني. طيب لو قعدنا ننزل تحت كده، انا بوريك الكلام ده دلوقتي بحيث لما نشوف تصميمات سوشيال ميديا ما تتخضش من شكل التراث بتاعهم. طيب ننزل تحت كده وننزل تاني لحد ما ننزل لهنا، هتلاقي فعاليات اليوم الوطني عادي جدا، الحفلات والالعاب النارية والكلام ده كله. اول حاجة بعد ما تنزل عليها هتلاقي ملفات الهوية. دي كده الخمسة دول ملفات الهوية البصرية بتاعت اليوم الوطني. دول اللي انت هتستخدمهم في اليوم الوطني اللي هو السلوجان نيم بتاعه عزنا بطبعنا. طيب لو انت ده كده الهوية بتاعت اليوم الوطني السعودي، انت مسافة ما تضغط هنا على اي ملف من دول هتحمله على طول ملف وينرار. انت هتحمل 5 كلهم عشان تبدأ تشوف وتقرأ عن السوق السعودي او اليوم الوطني في السوق السعودي. طيب ده كده بالنسبة ليوم الوطني. تعال بقى سريعا نخش على يوم التأسيس. احنا بنعرف الحاجات دي كده مبدئيا عشان لما نخش على التصميمات زي ما قلت لك نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. او الستوكات دي او الصورة اللي انت شايفها دي ما تتخضش او تقول هو الجرافيك ديزاينرز دول جابوها منين. الموضوع بسيط. ده كده دليل الهوية البصرية ليوم التأسيس. طيب انت هتنزل تحت كده بالشكل ده، هتضغط على دي هتحمل الهوية بتاعت يوم التأسيس، وفيها طبعا PDF فيها كل حاجة، شرح استخدام ازاي الهوية وكل حاجة موجودة في PDF دي. طيب هتنزل تحت هنا وهتحمل دليل الزينة والألعاب اللي هي الحاجات اللي بالشكل ده كده في اليوم أو يوم التأسيس. ده كده بالنسبة ليوم التأسيس. احنا كده خلاص عرفنا ان يوم التأسيس واليوم الوطني دول يومين مهمين جدا في السعودية. تعال بقى نشوف الشكل العام بتاع الهوية لليوم الوطني بتبقى عاملة ازاي مبدئيا كده. احنا ده كله بنعرفهم مع بعض. طيب الموضوع بسيط وسهل ومفهوش اي حاجة. وكمان الفكرة ان كل حاجة موجودة، يعني كل ده ملفات بصيغ عالية جدا انك تقدر تستخدمها في الديزاين بتاعك. تعال نشوف مثلا، نبدأ على البروجكت ده ونشوف الهوية دي بتتعمل ازاي او بتتنفذ ازاي. مثلا البروجكت ده بتاع احمد مجدي، هو بقى عامل ايه؟ هو طبعا لو انت جيت لاحظت علشان تبين ان ده اليوم الوطني فهو حاطط هنا الهوية بتاعت اليوم الوطني على برج المملكة. طيب لو جيت بصيت كده هتلاقي حاجة كده زي السجادة ومعمول عليها برضو الهوية بتاعت اليوم الوطني، وحاطط هنا الشعار بتاع عزنا بطبعنا. احنا نعمل سكرول وننزل تحت تاني
هو بيبدأ يتكلم عن تفاصيل المشروع، ده كلام لسه مش جاي دلوقتي، او استخدامك للمشروع لليوم الوطني. زي ما انت شايف كده استخدام بسيط وسهل، هي كل حاجة بتدل على نفسها يعني. طيب اتكلمنا عن الديزاين ده، تعال نتكلم عن الديزاين ده. هو بدل الانتريه ده او الكنبة دي هو حاطط عليها الشكل بتاع اليوم الوطني. وطبعا لو انت ملاحظ ان عزنا بطبعنا دي ثابتة معانا ومستمرة. تعال نبص على التصميم التاني، عزنا بطبعنا برضو مستمرة اللي هو اليوم الوطني السعودي. طيب لو جيت لاحظت هنا تحت هتلاقي برضو الشكل والمود العام تابع للهوية بتاعت اليوم الوطني، وانت نازل هنا هتلاقي برضو الهوية اليوم الوطني وعزنا بطبعنا، وهتلاقي برضو عزنا، وهتلاقي كل الحاجات اللي انت شايفها دي اللي في الجنب دي كلها موجودة في الهوية. انت بتبدأ تشتغل على التصميم بتاعك بحيث ان انت تطبق الهوية بتاعتك دي او الهوية بتاعت اليوم الوطني في التصميم بتاعك. طيب وبالتالي هتطلع الشكل النهائي زي ما انت شايف كده. هو المشروع جميل وما شاء الله عليك يا احمد، هايل يعني. احنا ننزل تحت كده ونبدأ نتفرج. وبرضو ده الموقع الرئيسي اللي تقدر تحمل منه الهوية اللي هي بتاعت يوم التأسيس، كتاب التأسيس ودليل الأزياء. كل ده مسافة ما تضغط عليه كده هينقلك على طول صفحة PDF عايز تحملها، هتيجي من هنا تعمل داونلود وتحمل الملف معاك PDF. كل ده الملفات دي هي لازم تكون معاك وتقراها كويس جدا علشان تشوف الموضوع جاي منين وماشي ازاي. ده كله طبعا انا مش هقراهولك، انت تقراه مع نفسك بحيث ان احنا نخش على طول ونشوف الانسبيريشن في بيهانس وبنترست. في حاجة ولازم تعرفها عن استخدام اخواتنا السعوديين للسوشيال ميديا، بيستخدموها ازاي. يعني احنا مثلا في مصر او في العرب عامة اعلى مرتبة في السوشيال ميديا هو الفيسبوك. هما الفيسبوك ده ادنى حاجة عندهم، اقل استخدام. يعني ما تفكرش انك لما تيجي تستهدف السعوديين من على الفيسبوك كده يبقى انت تمام. طب ايه اهم منصة اعلانية عندهم؟ هي السناب شات، اللي بعدها على طول انستجرام. طيب دول اهم حاجة، وبعدها على طول برضو يجي التيك توك. لكن الفيسبوك قليل جدا 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 في استخدامه. يبقى انت لازم تعرف استخدام السعوديين بيستخدموا ايه. فهو اعلى حاجة خلاص عرفناها سناب شات، تاني حاجة انستجرام، تالت حاجة التيك توك. ده كده استخدامهم. فيسبوك هو اقل حاجة. وطبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده او كل اللي انت هتشوفه صوت وصورة انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. يعني كل الروابط اللي احنا نتكلم فيها ليها لازمة انا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. تعال بقى نشوف المشروع ده. المشروع ده بتاع ضياء عبد الله. تعال كده نشوف بيتكلم عن ايه وبيحكي في ايه، عشان في حاجة في المشروع ده لازم تخلي بالك منها، واللي هي لو قعدنا ننزل تحت كده مشروع باسم ميديكا عادي جدا. لو جينا نحلل الحتة دي سريعا، لو جيت لاحظت اللي هو الثلاث فتحات دول اللي هما معمولين دول، هتلاقي ان اللوجو هو في الثلاث الشرطات اللي قدامك دول، وهو عاملهم هنا بطريقة شيك وجميلة جدا بحيث انه بيعبر عن الايدنتي، واخده ريفرنس حقيقي، واخده فيه 3D كويس ومحترم. طيب لو نزلنا تحت هنا وبدأنا نشوف ايه هو المين كاركتر، الراجل عامل حاجة لذيذة جدا بيسهل على الناس انه هو عمل ايه. طيب الكاركتر بتاعه لو جيت لاحظت هتلاقيه ان هو شخصية واحدة، وطبعا احنا شرحنا قبل كده ازاي تقدر تثبت الشخصية. طيب هو مثبت الشخصية بتاعته باختلاف المنظور او رؤية العين للشخصية نفسها. لو جيت لاحظت ان الشخصية مرة بظهرها، مرة بالجنب، مرة كاملة، مرة في الوش، مرة زوم ان عليها، مرة بالجنب كده، مرة من تحت، يعني كل الزوايا دي كلها بنقدر نعملها. بس اهم حاجة وانت بتعمل تصميم لسوشيال ميديا سعودي، واللي هي لا خلاف عليها من اي جرافيك ديزاينر عشان تقدر تثبت نفسك هناك، الالوان. الراجل هنا عامل حاجة بيشرح لك فيها، بيقول لك دي الالوان اللي انا استخدمتها. طيب الالوان دي بيجيبها منين؟ بتبقى تبع الهوية اللي العميل بيديها له. والله دي الواني، خد امسك اشتغل عليها. هو لو لاحظت هنا وطلعنا فوق تاني
هتلاقي ان مثلا الاخضر او الزيتوني ده القريب ده، بص هنا الكحل ده هتلاقيه مثلا في العبايه، اللون الثلاث الوان اللي هم بتوع البني بدرجاته والبيج والكلام ده هتلاقيه في البشره، زائد طبعا انه ممكن يبقى احطه على الفونت بتاعه. طيب لو جينا بقى تحت ونزلنا هنلاقي المين كولر اللي هو الارقام الهويه اللي هو اشتغل عليها في الارت دايركشن اللي انت شايفه قدامك ده كده هو ماشي اسلوب ارت دايركشن، اسلوب معتدل، ستايل واضح، تثبيت شخصية، ألوان واضحة، هوية نفسها واضحة، هو بيعمل إيه وماشي إزاي. طيب هننزل تحت هنا بيتكلم عن الكرييتيف، الراجل والله عاش، وهنا بيتكلم طبعا برضو عن الارت دايركشن. تنزل تحت هنا بقى يبدأ الكرييتيف ديزاين بتاعه. طيب هنا بدأ التصميمات بتاعته، طبعا بيعبر عن ده زي حاجات اللي هي التجميل والكلام ده كله احنا مش هنتكلم فيها. وهنا شايف طبعا المنظور زي ده كده، منظور محترم جدا وكويس جدا وشفناه وشرحناه قبل كده ازاي بيتعمل. وهنا لو جينا بصينا الموضوع كان بسيط، بس اجمل خطوة انك تقدر تعملها في اي هوية سعودية انك تفضل محافظ على الالوان اللي انا لو شفت الديزاين اعرف الهوية دي او الديزاين ده بتاع شركة ايه. فاذا هم بيهتموا بالحتة دي قوي، الالوان مهمة قوي ومش بكترة الالوان. يعني انت لو لاحظت في اي ديزاين هو عامله هم بالظبط ما يعديش اللونين 3 بالكتير قوي. حتى لما بيجي يعمل مثلا حاجات زي اللي هو الاب ستور وجوجل بلاي، بص كده حاجات بسيطة بس التصميم تحس ان هو ماسك بعضه، التصميم تحس ان هو انك عايز تتفرج عليه، شكله حلو، شكله يعني في شغل، في كل حاجة حلوة. ده ذكاء من الجرافيك ديزاينر انه يقدر يحافظ على الالوان بتاعته. لو جيت لاحظت هنا لما جه عكس الصورة او قلب الصورة او قلب التصميم بتاعه، بص عكسه ازاي، يعني قلب الابيض برضو اول ما تشوفه تلاقي الهوية ثابتة، ما تلاقيش اي غلط. الهوية واللي هو الروح الالوان موجودة في التصميم دي. علشان تثبت نفسك في السوق السعودي لازم تلعب على الحتة دي. طيب هننزل تحت كده، هو ما شاء الله عليه عامل شغل عالي. طيب لو نزلنا تحت هنا بص الالوان عاملة ازاي. يعني السوق السعودي مختلف في الحتة دي، انك لازم تحافظ على الالوان بتاعت الهوية. ده انا باكد تاني عشان بس تبقوا عارفين. لو نزلنا تحت وقعدنا نتفرج، هما بيتكلموا طبعا عن البوتكس والمش بوتكس والكلام ده. تعالى بقى ننزل تحت تاني ونتفرج. هنا انت ممكن تاخد افكار هنا جميلة، مثلا يعني بالحتة بتاعت اللي هي مثلا اللي هي بتاعت العباية، هو قلبها 3 دي يخليها مثلا 30 خصم 30%، عملها بصراحة بطريقة جميلة وحلوة. طيب لو نزلنا تحت هنا لو جيت لاحظت برضو هنا هتلاقي ان العربية التابلو بتاعها برضو بنفس الوان الهوية مع المراية، كل ده الهوية ثابتة معاه ما بتتغيرش، كل حاجة ماشية متناسقة وسليمة. وده فكرة البروجكت اللي انا حبيت او المشروع اللي انا حبيت اشرحه ليكم اللي هو بتاع ضياء عبد الله. طيب شكرا لي جدا. تعال بقى نشوف حاجة تانية نقدر نشوف فيها برضو مشروع، نقدر نشوف شكل اليوم بتاع التأسيس. احنا شفنا الشكل بتاع اليوم الوطني، شفنا ازاي نقدر نمسك الالوان اللي هي بتاعت الهوية وهي دي الباليت الالوان اللي احنا هنشتغل منها، وشوفنا ازاي نوظفها. ده كله بيعمل انسبيريشن، ده كله اسمه الهام، ده كله انت لازم تحطه في دماغك. طيب تعال نشوف الشكل بتاع اليوم التأسيس بيبقى عامل ازاي او الهوية بقى. الموضوع بسيط وسهل. هنا بيتكلم عن الفيجوال تصميمات السوشيال ميديا. لو بدأنا ننزل تحت هنا بيعرف المشروع بتاعه. الكي فيجوال الاولاني بيبدأ يجيب المبنى ده مع الملك وماسك مثلا لا اله الا الله اللي هو علم السعوديه، يوم اجدادنا ويوم المجد. طبعا انا ما قلتش اسم صاحب المشروع، هو اسمه عبد الله طلعت. طيب لو جينا نزلنا تحت ورجعنا تاني نبص كده الكلام ده، الفونت ده الفونت بقى، يعني الفونت نفسه في اليوم التأسيس الفونت واحد ما بيتغيرش. يوم التأسيس الفونت واحد. طب الفونت ده انت هجيبه منين؟ بينزل مع الملفات اللي انا وريتك شكلها من على الويب سايت.
دي حاجه. يعني الفونت ده اللي انت شايفه ده بيبقى موجود جوه الملفات، موجود منه فونت وموجود برضو فيكتور تقدر تشتغل عليه، وطبعا اللوجوهات والكلام ده كله موجوده في الملفات بتاعت الويب سايت اللي انا وريتها لك اللي انت هتحملها. فبيبدا يحط المبنى. هم بيحتفلوا بيوم التأسيس السعودي. طيب ده شكل الهوية بتاعتهم. في حاجات تانية زي ايه مثلا؟ لو قعدنا ننزل كده، زي لو نزلنا تاني 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 تاني، ننزل تاني برضو ما احنا كنا واقفين ننزل تاني، زي مثلا الزخرفة دي والكلام اليوم التأسيس، بدل ما كانت تحت بالشكل ده هتبقى بالجنب. ده كله موجود في الهوية اللي انت مفروض هتحملها. الألوان دي كلها موجودة. الفكرة بتاعتك في انك ترص العناصر صح وتبيع صح. يعني ايه الكلام ده بقى؟ انت بتعمل ميكس ما بين الحاجتين، اللي هو اليوم التأسيس واليوم الوطني. الاتنين دول ازاي بقى هتخش على الناس؟ يعني زي ما احنا عيد الأضحى مثلا في العام، يعني بوضح لك مثال، بنقول للناس كلها كل سنة وانتم طيبين، احنا عاملين خصم كذا كذا. هنا بقى مش هقول لك نفس الفكرة، طبعا هو مش عيد أضحى، هو يوم تأسيس، حاجة تانية. فانت بتعرض الفكرة بتاعتك، بتعرض التهنئة بتاعتك بشكل الهوية. فاهم الفكرة معايا؟ الهوية. هتلاقي السعودية السوشيال ميديا كلها في يوم التأسيس ده كل الصفحات بقت شبه بعضها. مش شبه بعضها في التصميمات، لا، شبه بعضها في الهوية. كله هتلاقيه قالب على نفس اللون. هنا بيتكلم عن يوم التأسيس، عروض يوم التأسيس من ميديكال زون. هو بيعرض عامل عرض خصم 10% على جميع العروض. انت بتستخدم التصميم او التهنئة لصالحك، فده حتة تقدر تشتغل بيها كويسة جدا. طيب لو قعدنا ننزل تحت واتفرجنا، نبدأ نبص على اشكال زي دي كده. طبعا احنا هنخش، طبعا لسه ما عملناش انسبيريشن مهمة، بس احنا هنخش عليها دلوقتي وتبدأ تنزل وتتفرج على الشكل الهوية وهو بيعرض المنتج بتاعه او الخدمة بتاعته. طيب بص كده معايا، في اول حاجة هو عارض يوم التأسيس، الوان الهوية، كل حاجة تمام. يبدأ يعرض الشكل العام او الصورة، صور الهوية. يبدأ مثلا عايز ابتسامة المشاهير 16 سنة، حاطط برضو موضوع اللي هو السنان واكشن تاني مرة. طيب لو جيت هنا هتلاقي عروض ليزر وجلستين ليزر والكلام ده. طيب الفكرة بقى هنا في ايه؟ برضو عايز اكد عليها، الفونت نفسه ولازم تخلي بالك منه. الفونت ده لازم هو نفس الفونت اللي تستخدمه بتاع الهوية، هو ده اللي هتستخدمه على يوم التأسيس. تمام. تنزل تحت تبدأ تتفرج كده على تصميمات سوشيال ميديا. وشكرا جدا يا عبد الله طلعت، مشروع جميل ما شاء الله عليك. لو بقى نزلنا تحت كده او خرجنا بره وخالص ورحنا على اول حاجه واللي هي نعمل منها انسبيريشن، بنترست. طيب انا اتعمدت ليه اجيب لك اول حاجه نبدا بيها واللي هي الشكل بتاع مثلا التصميم ده. لو جيت لاحظت هنا، لو انا جيت اديتك، يعني مثلا هنيجي نسيب بس التصميم ده عشان نشوفه يبقى كامل معانا كده. هنيجي نفتحه من هنا كده بالشكل ده، نكبر مع بعض. بصوا بقى الفيديو ده يكبر زي ما يكبر وربنا يستر يعني. بس انا مش عايز الخص الكلام، انا عايزك تبقى فاهم وماشي معايا وكأنك انت بقالك 50 سنة هناك، انت عارف كل حاجة. فانا مش عايز انسى حاجة وعايز استعجل واديك كده وخلاص ومسمى اللي انا عملت فيديو. طيب وان شاء الله انا مش هقص منه يعني باذن الله. طيب انا بقى ليه تعمدت ان انا اجيب لك نوعية تصاميم زي دي؟ للاسف احنا واخدين فكرة، او في مجتمعنا العربي او المصري بالتحديد، واخدين فكرة ان التصميم ممكن يكون عبارة عن صورتين وتقدر تدمجهم وتقدر تعملهم كده اللي هو دمج والوان وتعمل شادو والكلام ده. الكلام ده جميل جدا جدا جدا، لكن مثلا هل لو اديتك مثلا صفحتين ورق ولا صفحة كده مليانة كلام، قلت لك خد امسك حطها لي في ديزاين، انت هتعمل ايه؟ الموضوع انت اول ما هتشوفه هتروح فاتح التكست ورصصهم كده بجنب واحد وموضوع يخض. هنا بقى الموضوع مختلف، لان ده اصلا برضو يعتبر يعني من 50 ل 60 و70% من شغل السعوديين ممكن يجيلك بالشكل ده. فانا عايزك لما تيجي تشوف تصميم زي ده او تكست زي ده ما تتخضش منه. وبص بقى، انا عايزك تبص بعين الحرفة، بعين الفهم. لما نيجي نعمل انسبيريشن، لو جيت جمعت الجمل دي على بعض
هتلاقيها كبيرة جدا وكتير جدا ومش هتعرف تجمعهم. طبعا شكرا للمصمم اللي عملها ده مبدئيا كده. لو جينا بصينا كده هنلاقي الموضوع ماشي في كمية راحة نفسية ولذاذة، واللي اكتر من كده سيمترية. بص الجزء ده قد الجزء ده، الخط هنا قد الخط هنا، بص الكشيدة هنا معمولة فنيات. دي اسمها فنيات، انك تكتب كلمة وتوصل للحتة دي ما شاء الله عليها اللي عمله ده فنيات. الحاجات دي اوعى تعديها وتقول ده كلام جرايد وانا ما اعملش كده، ما اوعى. الحاجات دي حرفيا ممتعة جدا وفنيات عبقرية. وازاي يقدر يقسم الموضوع لاجزاء بالشكل ده وبعدين يسكت؟ لا، ده في جزء منه ديزاين، يعني في جزء منه ديزاين. فالموضوع هنا متقسم لحاجتين، موضوع بيحكي الرحلة اللي هو 240 ألف فرصة عمل أو أيا كان اللي بيحكي فيه، وبرضه مش هيسيب. هو أنا بتكلم عن إيه؟ يعني هو مش هيسيب الموضوع كده لله والوطن. فدي بتبقى فنيات. الفنيات دي اوعى تسيبها. الفونت نفسه اوعى تسيبه. الفونت نفسه للخطوط السعودية خطوط سهلة سلسة مرنة. بص خطوط ما فيهاش اي حوارات، ما فيهاش اي حاجة، خطوط عادية جدا. الفكرة بقى في الخط العادي ده هو استخدامك للخط ده. يعني لو جيت لاحظت مش هتلاقي الخط فيه اي حوار، خط موجود وكل حاجة موجودة. الفن بقى فهو انك ازاي توظف الخط ده، ازاي تخلي شكله حلو مرتب مهندم، برغم ان التصميم كله على بعضه قد ايه قد كده اهو، بس انت قادر وانا بعيد كده عن الشاشة انا قادر اقراه كله، انا وانا شايف كل حاجة مظبوطة. هتيجي تبص بقى على التصميم، هو حاطط تحت طبعا المطار او المدينة وحاطط اللي هو الطيارة والكلام ده، يبقى دي شكلها رحلة طيران. تطلع فوق تقرا بقى 240 ألف فرصة عمل، قطاع لا يطير. تبدأ تبص على التصميم وهندلة التصميم كده، انت عندك فنيات في الحتة دي. عشان ما نطولش ونخش نشوف حاجات بعدها، تعال بص مثلا على تصميم زي ده. بص كده الفنيات، بص الجمال، شفت الترتيب والموضوع ماشي ازاي، ماشي سيمترية وماشي في نظافة بحتة. موضوع جميل جدا. التوظيف، الفونت في الكتابة على اي تصميم دي مش اي حد يقدر يتملكها. يعني مثلا عايز اقول لك ان في ناس جامده جدا في الجرافيك ما تقدرش تعمل النوعيه دي من انواع التصميمات، وبصراحه هي مش سهله، دي متعبه. مش يعني مثلا مش هديك لا، متعبه. تعالى كده نبص على حاجه تانية. لو مثلا انا كنت شايف حاجه كده لما رجعت ورا، تعالى كده مثلا كده برضو شايف توزيع شكله محترم، الموضوع شكله جميل، كل حاجة ماشية ازاي. يعني بص هنا، بص شكل التصميم موجود وبيحكي بقى، يبدأ يحكي في قلب التصميم. بصراحة الشغل ده بيبقى عبقرية في التصميم وعبقرية للمصمم انه يعرف يوظف الشكل ده او النوعية دي من انواع التصميمات. تعالى كده نبص هنا كده مثلا، شوف اصلا لو حد اداني الكلام ده عشان اكتبه، انا مش عايز اقول لك يعني في البدايات خالص، يعني مش عايز احكي عن نفسي كتير، بس بسرعة كده لقيت واحد كان سعودي مديني ورقة ونص، حرفيا ورقة ونص اكتبهم في تصميم. فانا خدت طبعا وقلت هعملها وبتاع، رحت كاتبهم ورصصهم كلهم جنب بعض. قال لي ايه ده، هو انت بتعمل مذكرات؟ حتى المذكرات ما بتبقاش كده. فلما دخلت وعملت انسبيريشن، ايه ده ايه ده انت هنا وقد هنا وسيمترية ولا. وبص كل ده، كل اللي انت شايفه ده على فكرة يعني انا مش عارف اقول لك الموضوع في الكتابة دي كتير، بس الفكرة بقى في السيمترية وتوزيع الكتابة والشكل الجميل والالوان وكل ده انت لازم تبص عليه تمتع عينك بيه. ايه العبقرية دي، ما شاء الله على اللي كاتبهم يعني. فايه العبقرية دي؟ انت كجرافيك ديزاينر ما تستهونش بالكلام ده، الكلام ده متعوب فيه اللي هو بتاع مثلا احمد. فهو الفكرة ان ما شاء الله عليه هو كاتب حلو وموزع التكست بتاعه. الحاجات دي مهمة جدا ليك ومهم جدا انك تعرفها، التوزيع بتاع التكست كل حاجة ماشية ازاي. هتلاقي بقى ستايلات مختلفة. يعني واحد زي ده كده مثلا في حتة المتحف المصري برضو هتلاقي التوزيع برضو عامل، شفت الشيب اللي تحت دي حركة يعني صايعة جدا. هنا التكست جايب بالتدرج كده ماشي ازاي.
طبعا انت بتخش بقى في دنيا اللي هي بقى ايه، في عالم كتابة النصوص وتوزيع النصوص بالديزاين. يعني انت مش هتسيب الديزاين، لا انت هتعمل ازاي اصلا توفق التصميم مع الكم الهائل للنصوص دي. يعني نصوص كتير، فانت ازاي توظفها؟ دي بقى بتيجي تخلي شكلها كده يفتح النفس ويخلي اللي قدامه يقرأ. هي الفكرة ان اللي قدامك يقرأ. طيب لو قعدنا ننزل تحت هنا برضو هنلاقي شوية حاجات بصراحة جميلة جدا. انا هسيب لك برضو اللينك بتاع الاستخدامات اللي هو بتاع بنترست ده، تخش بقى تتفحص جوه الموضوع جامد. طبعا ونسيت اقول لكم ازاي اصلا تستخدم، وتبص برضو على الكشيدة وتهتم بالحاجات دي قوي. يعني بص كده 92.4 مليار ريال. بص الحته ما تفكرهاش سهله، يعني عايزك تفكر هي انت سهله بعد ما شفتها، يعني ما تفوتهاش، مش انت اللي تفوتها. المشاهد اللي يفوت هو قراها لاجل ان عينه مرتاحه. ده كله جرافيك ديزاينر هو اللي بيعمله. انت بقى كجرافيك ديزاينر جاي من المطبخ بقى بتتفرج، شوف بعين هو الراجل ريح الدنيا كده قوي ازاي، خلاها ناعمه ازاي، وصل للمرحله دي عن طريق المشاهده والانسبيريشن. ازاي يوظف النصوص، الكشيده تبص عليها، الخطوط اتعملت امتى، السيمتريه في الجهتين، اليمين قد الشمال، اللي في النص بخط متوسط، اللي فوق بدأ يكبر شويه مع توضيح الرقم ان هو مثلا نسبه الارتفاع ده العنوان الجانبي، العنوان الرئيسي عام عملها فونت كبير. تيجي تبص على ارتفاع فيه كل شيء حتى طموح صادراتنا، ده اللي هو العنوان الرئيسي بيبقى اكبر حاجه. فانت الحاجات دي لازم تبقى عندك خلفيه عنها وانسبيريشن كويس منها. طيب تعالى بقى نخش على التصميمات ونشوف اللي بيحصل فيها. لو جيت لاحظت هنا وبصيت، طبعا المصمم اول حاجه لفت نظري فيها واللي هو اسمه قفشه. طيب لو جيت بصيت هنا، بص كاتب كده الشاي كرك صحي طعم يرضي الجميع. بص كده هو عاملها ازاي، عاملها بشكل جميل، والخط يعني شكله شياكة. وغالبا الحاجات دي بتستخدمش، او الخطوط دي بتبقى نادرة قوي استخداماتها للسوشيال ميديا، وبالذات في السوق السعودي. الخطوط دي استخداماتها ضعيف جدا في السوق السعودي، بس هو عاملها حلو. طبعا هي مقبولة وكل حاجة، انا ما بعترضش، بس انا بتكلم على نوع الخط نفسه. السوشيال ميديا بتاعت السعودي لو جيت لاحظت مثلا هتلاقيها، شفت الكلام ده كده، الشكل السولوس واللي هو الخطوط القديمة العادية اللي ما فيهاش اي، لا يعني مثلا الشكل ده اللي هي الخطوط بتاعتنا اللي هو زي خط زين GESS، اللي هو الحاجات الخطوط اللي زي كده. تعال بقى وننزل نبدأ نتفرج تحت ونشوف تصميمات سوشيال ميديا للسوق السعودي بيبقى عاملة ازاي. تعال نفتح التصميم ده كده، ده برضو حاجة كده لليوم الوطني. ده يفتح علينا شوية حاجات كويسة. لو انت شايف بص كده، هو طبعا عامل السجادة اليوم الوطني، حاطط فيها التمر، حاطط فيها اكواب الشاي. ده بقى الهوية بتاعت اليوم الوطني. زي ما احنا قلنا انك تقدر تخدم المنتج بتاعك بالهوية، تقدر تعمل لهم دمج مع بعض، دي حاجة بتبقى جميلة جدا. هكذا الشكل بتاع البرفيوم ده برضو عامل نفس الهوية، هنا نفس هوية اليوم الوطني. الشكل ده العام، طبعا ده فيديو ملناش علاقة بيه، لو عايزين شروحات فيديو انا معاكم فيه. طيب لو جينا بصينا تحت كده وقعدنا نتفرج، كل ده الشكل بتاع اليوم الوطني. لو جيت لاحظت هنا، بص الكتابة معمولة ازاي، والهوية شكلها عامل ازاي، والحصان ومحطوط عليه الهوية، شغل جميل ما شاء الله عليه. فانت ده كله انت بتاخد انسبيريشن. لو قابلتك حاجة زي كده ازاي تقدر تخدم، يعني مثلا الحصان ده اصل من اصول العروبة هو والجمال والكلام ده، فانت تقدر ازاي توظف الهوية بتاعت اليوم الوطني بتاعهم في الديزاين او في الخدمة اللي انت بتقدمها. طيب لو نزلنا كده اهو، ده برج مثلا، برج المملكة. لو انت شوف استخدامه عامل ازاي، حاطط طبعا اليوم الوطني، هوية اليوم الوطني. تبدأ تنزل، ده الشكل العام لليوم الوطني. انت بتفضل تحلل وتشوف الوضع ماشي ازاي. طيب هنا حاجة نوع شكل مختلف جديد، والهوية مش يعني انت في فترة من فترات بتبص على ان الهوية اخضر بقى ومش، لا، في الوان انت استخدامك انت عامل ازاي. يعني مش كل التصميمات السعوديه لونها اخضر. ما تفكرش ان التصميمات السعوديه عباره عن نخله وزرعه وصحراء
وبس على كده لا، ده في مواضيع كبيرة جدا، عندهم مواسم كتيرة جدا، ففي لعب واكشن ودي بالمعنى الحرفي مطحنة بالنسبة للجرافيك ديزاينر. بيخش هو كل يوم في فعاليات، كل مستني التحضيرات بيعمل كذا كذا. تعال نبص على التصميم ده عشان برضو نتفرج عليه. هو عامل برضو الهوية، وعامل اللي هو تنظيم فعالية مثلا الملعب او لماتش والكلام ده. تبدأ تنزل تبص مثلا البرج ده، بص عامل ازاي، هو حاطط الهوية بتاعته بتاعت اليوم الوطني برضو هنا باللون الاخضر. تنزل تحت هتلاقيها بالوان تانية. فطول ما انت ماشي بتفضل تتفرج على الالوان وعلى الشكل العام. هنا لو جينا فتحنا ده مثلا، انا مش عارف ده تابع للسعودية ولا لا. طيب ده تابع للسعودية. دي افكار الاستخدامات بقى، الافكار الكرييتيف بقى اللي هتلاقيها جديدة قوي الايام اللي احنا فيها دي، واخده ترند قوي. اللي هو اي حاجه هتحس ان هي منوره، اي حاجه تحس فيها ايه اللي هو اوتر جلو، اي حاجه. يعني نبص كده هتلاقي في سكرينات، في شاشات. كل الاستخدامات دلوقتي الترندي قوي في السعوديه هو الاستخدام ده، اللينس فليرز، السكرين، اللابتوب، الموبايلات، الحاجات دي كلها. بس الفكره بقى ازاي تعرف توظفها، وازاي تعمل اوتر جلو، وازاي تقدر تشتغل عليه بحيث انه يبان مناسب للعميل اللي انت شغال ليه. طيب لو قعدنا ننزل هنتفرج على شوية حاجات برضو. تعال نطلع من الصفحة دي عشان مش عجباني، تعال نخش على الصفحة التانية. طيب شغل زي ده مثلا، توظيف للشكل او الشيب اللي معمول، واللي هو برضو توظيف هو والسجادة تابع لليوم الوطني. لو قعدنا ننزل كده هتقول لي طبعا هم السعودية كلها كل يوم يوم وطني. لا، انا بفرجك يعني احنا بنتفرج مع بعض كده، بنعمل الهام مع بعض. انا مش مجهز حاجة، انا عمال افتح كده في بنترست وقلت هي دي الصفحات اللي هتنقل فيها. طيب لو جينا قعدنا مثلا نتفرج على الاسلوب القوي جدا ده اسلوب قوي جدا. تعالى كده نسيفه ونفتحه كده بالشكل ده. بص كده الفكرة بتاعت الفونت مكتوبة ازاي. وطبعا ده برضو نفس الفونت اللي قلت لكم عليه، ده فونت بيبقى اسمه اللي هو حرير. ده هتلاقيه في الهوية بتاعت اليوم التأسيس، وانت بتحمل الهوية بتاعت يوم التأسيس هتلاقي فيه الفونت ده. هنا الشكل او المود كولر بتاعه جميل جدا، هنا كرييتيف قوي، وشكله التصميم جميل جدا، واختيار موفق في الالوان. طيب تبدأ تنزل تحت وبرضو نفضل نتفرج على التصميمات. ممكن ننزل تحت تاني ونشوف مثلا حاجة زي كده. تعال نبص على التصاميم دي. بص بقى ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو اللي فيها اوتر جلو، لينس فلير، والدمجة ما بينهم. الالوان لازم تخلي بالك. بص كده الالوان عاملة ازاي، تحس ان الموضوع الملمس بتاعه ناعم، مفيش كل حاجة ماشية بالاضاءة والالوان والفكرة وبس. تصميم زي ده مثلا بيعمل لك الربط ما بينه وبين الاي اي. انا جه في دماغي خلي بالك وانا قاعد كده وانا بعمل الهام معاك، يعني انا ما كنتش عارف اعمل الكفر بتاع البي هانس هيبقى عامل ازاي. جه في دماغي الله اعلم هعمله ولا لا، اللي هو مثلا واقف كده ولابس سعودي وحاطط ايديا كده او على اكتاف اتنين، واحد بنترست واحد بي هانس. فده الحاجات دي بتشغل الدماغ. حتى لو انت وقفت كده قدام التصميم تبدأ تبص ايه الفونت الجامد ده 80 دي، تبدأ تدور عليه تجيبه منين. ايه ده هو عامل شبكة بتاعت الجرافيك ديزاينر، او الشبكة الخاصة باللي هي بتدل بقى على ان في تواصل والكلام من ده. ايه ده هو عامل مباني زي مباني الرياض مثلا او حاجة زي كده. ايه ده حاطط مثلا خط اللاين بتاع التكنولوجي، ده هو موقفه على سطح عمارة او حاجة زي كده. هنا الموضوع اختلف، هنا عمل ايه، حاطط مثلا اكن الانسان الآلي بيضغط على الزرار مع الانسان، لكن لو جيت لاحظت هتلاقي ان الانسان الآلي جاي من فوق. ايه ده حجمه ضخم. فخليك خيالي، يعني عايزك تسرح في التصميم. انا بتفرج كده، يعني مش بروح جاي ما اتفرج بص كده واخلع، لا تصميم عايز اتفرج. ايه ده بص كده الالوان دي جميلة جدا، عاملها حلو.
تيجي تبص هو حاطط برضو اللي هي البوابة دي، انا مش عارف هي دي ايه، وهنا برضو هي نفس البوابة زي ما يكون بيتنقلوا او بيضغطوا على حاجة. فالموضوع انا معرفش هو بيتكلموا في ايه لحد دلوقتي. فاللي هو الفكرة انا شايفها ان في ذكاء اصطناعي في الموضوع. فاذا الراجل ده عرف يوصل، يعني هو عرف اكتسب ميزه تنافسيه. ايه ده هو برضه طلع برضه ان في دي خدمه ما ان هم يوفروا بالذكاء الاصطناعي يقدموها لاجل انك تبقى تحصل على حاجه اعلى. طيب ننزل تحت، نبدا نبص مثلا على تصميم زي ده، نفتحه معانا كده بالشكل ده. هنا مثلا بطاقة بنكية وعاملها بطريقة جميلة جدا، وحاطط برضو لو جيت لاحظت هتلاقي المملكة هنا والسعودية مدينة من ورا كده والشكل العام، وفي شخص واقف، ودي برضو عاملها بطاقة كأنها مبنى ضخم. وانت بقى تقدر توظف مثلا منتجك بالشكل ده في الحتة دي ازاي، انك تدمج الالوان وتبدأ تبص التفاصيل بتاعت ان هنا ان الكارت هو واضح عن الجزء اللي ورا. فانت تبدأ تبص تلاقي الموضوع فعلا عبقري. الطريق نفسه لما يكون معمول لينس فلير شكل شياكة، انت تغير بقى من الفكرة بتاعته. انت ممكن تملى السما بحاجة تانية، تبدأ بدل ما تخلي الابراج دي هي اللي ورا تروح ناقلها هي اللي قدام، ومع ذلك تبينه هو وتعمل عزل كده عشان تفصل المنتج او الخدمة بتاع اللي انت بتقدمها عن المكان اللي انت عايز تعرضه وهو اللي يبان. فليها لعب. فانت بتبدأ تفرج وتبدأ تحلل وتبص على كل حاجة. انا شايف ان الموضوع هنا كرييتيف جدا وشكله جامد قوي، وتقدر تطلع بمشهد قوي جدا منافس. وفي نفس الوقت انت ما قلدتش تصميم، انت بتعمل الهام. تقلد امتى التصميم؟ لما تروح تعمل زي ده ايا كان بقى على منتج شبهه، على حاجة شبهه، انت كده قلدت. لو جيت لاحظت برضه هتلاقي اللينس فلير عاملها هنا واللينس فلير هنا. ما هو عايز يظهره بأي طريقة وبقوة، مش عايز يظهره بحاجة يعني حاجة كده عادية، لا هو عايز يظهره بقوة، انه يقول لك ان ده الاساس، هنا ده الاساس. طيب تعال نشوف حاجة تانية برضو في نفس الحتت دي وفي نفس المجال. تعال كده نشوف ده كده مثلا، ده برضو عبارة عن كارت ومتطبق، موضوع كويس. تعال برضو نشوف المنظور اللي زي ده. انت لو جيت لاحظت هتلاقي الالوان مشبعة جدا وقوية جدا في السوق السعودي عن اي سوق تاني انت تشوفه. الالوان والكواليتي لازم تبقى قوية جدا، وهم ناس بصراحة يعني من الناس اللي هم تحب تشوف الهوية بتاعتهم، تحب تشوف شغلهم، لان هم بيهتموا جدا جدا بكل التفاصيل. لو جيت نزلت هنا، فاكر انت حوار مثلا الازاز، ولما انا قلت لك هنا واحد عاملها بالدولار، هنا انت ممكن تقلبها بقى لشكل معين في دماغك. تبدأ تنزل مثلا شاف دي كده وعاملها محفظة بالازاز. ففاكر انت اما قلت لك بقى في الالهام اللي فات الفولدرات ان انت تقدر تقلبها للشكل اللي انت عايزه من شات جي بي تي، ويقلبها لك بالطريقة بالازاز برضو وتبان بالشكل ده. لو قعدنا ننزل هتلاقي الموضوع هنا بدأنا بقى في الاوتر جلو اهو، ده الفولدر اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اللي فات. وهتلاقي بقى الاوتر جلو هو اللي ظاهر قوي في التصاميم بتاعتهم. يعني في التصاميم الفترة دي انا شايفها كلها اوتر جلو. طب ليه بقى الفترة دي؟ عشان يبين قد ايه هم مهتمين بالاي اي. الاي اي هو فعلا مرحلة قوية جدا في السعودية او في السوق السعودي، فهم طالعين بيه فوق ما تتخيل. كل حاجة خدماتهم دلوقتي بقت الشغل معبر جدا بالاي اي. فالاي اي ازاي يظهروه في الموضوع ايا كان هو بيعمل ايه بقى، سواء خدمة بنكية، سواء خدمة منتجات بتاع مش عارف ايه، بقى كله بالاي اي. الاعتماد عندهم، الفكرة عندهم ان هم يوصلوا بيه او ان هم يسابقوا بيه كل الدول باستخدامهم للاي اي. بيظهروه في المنتجات عشان يدي طابع للمشاهد انه ايه، احنا مهتمين، احنا مش مثلا ما بنفكرش، لا احنا بنفكر. طيب تعال نقلب كده تاني ونتفرج مثلا تصميم زي ده. بص كده الجماليات والحلويات والالوان. يعني بص الالوان دي كلها بقى هي مش خارجه من يعني مش من باب للطاق كده من الجرافيك ديزاينر. الالوان دي كلها لو جيت لاحظت في اللوجو، الاصفر، الاحمر، الازرق. طيب الخلفيه ازرق. تابي دي شركه تقسيط، ما تاجلش السفر بتاعك، قسطها على 6 شهور من تابي. فانت بص كده وعاملها ازاي، عاملها بالازاز. ده اللي احنا بنتكلم فيه، الاشكال ال3 دي
ان انت تطلع من هنا بفكرة جبارة. انت ممكن تعمل تصميم زي ده بنفس الفكرة عامة. مثلا انت بتبيع خدمة، هتجيب برضو طيارة، حط على الطيارة من فوق، كنت عامل تصميم زي كده من فترة، تحط على الطيارة من فوق المنتج احنا نجيبه لك سواء انت كنت في اخر بلاد العالم. هي دي الافكار. تحط بقى جنبها بقى شكل موديل كده او ستوكاية 3D، يبان الشكل بالفخامة بشركة تابي اللي انت عايزه. وسع المدارك بتاعتك، انت بتتفرج لاجل انك تمتع بصرك وعينك للي انت شايفه. طيب تعالى كده ننزل تحت ونبص، مثلا نفتح التصميم ده، هنعمله كده بالشكل ده. طبعا التابات عندي فوق، زمان كارت الشاشة هيلطم دلوقتي. تصميم بالشكل ده كده اللي هو بيعمل كونكت كده ما بين الشخص والشخص التاني، سواء كان واي فاي وبيشاركوا مع بعض الميوزك وبيشاركوا مع بعض الحاجات دي. تعال نفتح التصميم ده كده برضو، ده برضو نفس الفكرة، الواي فاي على السرعة والأداء والقوة، وإنك تقدر تلعب جيمز وتقدر تتفرج على المحتوى وتقدر تسمع أغاني وحاجات كده بالشكل اللي انت شايفه ده. بص كده شكل الواي فاي دي مثلا شكلها عامل ازاي، شكل محترم جدا، شكل كويس. دي شركة اتصالات عندهم. فانا الكلام ده كله انت لازم تعرفه، الكلام ده كله تعرف هو ماشي ازاي، بيعمل ايه، عشان العميل لما بيتكلم معاك طب هي دي بتتكلم عن ايه، طب هي دي مش عارف ايه. بص هو الفيديو زي ما يطول، وانا مش يعني مش هقص فيه الا الحاجات اللي ملهاش لازمة، لكن احنا بقى بنتكلم مع بعض اهو، فبنشوف شفت شكل عامل ازاي. هنا برضو توزيعة الايكون بالشكل 3D، هنا اكبر شوية، هنا اصغر سنة موشن بلور. هنا تبدأ تحلل التصميم، الشكل اللي ورا ده زي كده زي الجراج بتاع اللي هو العربيات، بس هنا طبعا جه استخدمه هنا في الحتة دي وحوله محول الوانه لشكل يكون يبان فيه جيمنج اكتر والشكل لعبي اكتر. الراجل ماسك في ايده دراع، فاذا تهيئة التصميم كلها شكلها مفرحة، فهي عايش الله ينور. فهي دي الفكرة من التصميم، انه يوصلك انك تفتح التصميم تتفرج عليه. تعال ننزل تحت كده ونبدأ نتفرج على طول على الصفحة اللي وراها على طول. ده مثلا تصميم، ده شكل ده بتاع مثلا احمد البحقيري، باين ده احمد البحقيري شكله. تعال نفتحه كده، احمد البحقيري ومحمد عليوة ومحمود عبد الله، هم التلاتة دول. تعالى كده نتفرج على التصميمات بتاعتهم ونبدأ نحللها. ده عامة من الناس التوب في حتة انه طريقة عرضه للشغل وازاي يعمل دمج محترم قوي. طيب تعالى ننزل تحت كده ونتفرج بقى على الشكل العام البروجكت. انت ممكن برضو تيجي تخش على صفحته وتعمل منه الهام لنفسك، بس ما تقلدوش، اتفرج على الالهام اللي هو بيحطه، ازاي بيحط الشكل مثلا الطيارة، ازاي بيشرح التصميم، وازاي بيأهلك للدخول. اصلا بيقول لك هو عمل كام فيجوال، عمل كام تصميم برضو او الدور، بيبدأ يحكي لك. ده كده العلامة، ده اللوجو كده بتاع البنك مثلا اللي هو الاس ان بي. ده شكل قالب، ده مثلا تقدر تجيبه من على اي لاندنج بيتش من على فري بيك. لو فتحت اي حاجة وكتبت مثلا شيب ولا الشكل هتلاقيه، بص هو موزع لك الشكل مثلا اللي هو الشكل الاب. بص كده هو موزع الشكل لو انت عايز تعرف الفلوس بتاعتك، لو انت عايز تشوف ده كده الشكل اللوجو بتاعه. تنزل تحت تبدأ تتفرج على المعلومات، شوف اللي تحت وانت بتتفرج ما تفوتش. يعني انت المفروض ما تفوتش الحاجات اللي ورا، الاشكال اللي ورا عامل لها اوبستي مخففة خالص، حاطط برضو الشكل بتاع اللوجو بتاعه او هيكل اللوجو، هنا برضو عامل هيكل اللوجو بتاعه. فانت في اول حاجة تخش على الهوية بتاعته وتبدأ تتفرج وتملي عينك في تصميم الهوية. شوف بقى هنا بقى تتفرج على الجماليات والريتاتش والشكل السما، تبص على جدد تراث. دي تقدر تعملها من على اي موقع AI، وبص كده وعمل لها تداخل في الايكون، الشكل الجميل المنسق المهندم اللي هو انك تبص للتصميم انت نفسك تتبسط. يعني انت بتتبسط. تنزل تحت تخش في اللي بعد كده، برضو عامل الشكل 3D لكلمة لك. لو جيت لاحظت هنا يعني دي علامة بتاعت اللي هي اللوجو بتاعت الاس ان بي. فانت تتفرج كده على الايكون وتوزيعاتها، وده بيعمل ايه، فيزا تصرف الاكل وتصرف الطيران وتقدر تصرف مش وكل فيزا وليها استخداماتها.
تبدأ تنزل تحت وتشوف بقى هنا بقى الحتة بتاعت اللي أنا بتكلم فيها، اللي هو بقى لما تيجي تعمل حركة اعملها بالصياعة. يعني هو الراجل ده بصراحة بيعمل شغل محترم جدا، فأنت تتفرج ازاي بيعملها دمج، ازاي بقى راح قفل فريم الديزاين كله علشان يظهر لك الجزء اللي هو ده، الحتة دي. هو مش عايز منك الا انك تبص على الحتة دي عشان تجيب المغزى من اللي على الشاشة، اللي هو الاب بتاع البنك، انه ازاي تقدر تدفع منه فواتير، وازاي تقدر تجيب منه المشتريات بتاعتك، وازاي تصرف عليه. يعني هو بيستخدم كل حاجة بكل ده بسهولة، وازاي تقسط ومش عارف ايه. حتى بص بيقول لك قسط مشتريات، انا ده كله شفته من صورة او من شكل تصميم. قبل ما تقرأ التصميم عود نفسك شوفه الاول، وصل الفكرة ولا ما وصلش. وصل اذا الفكرة محترمة، ما وصلش حاول بقى لو قريت بس بعقل، تقرأ بس بعقل ازاي تفصل قراءتك انه مثلا الفكرة دي، عشان انت ممكن تكون مش واخد بالك مثلا، فانت تقرأ بقى تقول ايه هو فعلا هو وصل الهدف. هو هنا وصل الهدف، ازاي تقدر تتعامل مع شركات الشحن وتقسط براحتك، وازاي مش عارف ايه. لو جيت لاحظت هتلاقي الموضوع فعلا بان ان هو قوي وجامد جدا وظاهر قوي. طيب ننزل تحت كده ونبدأ نتفرج تاني. طبعا ده شكل من أشكال الفيز، إن هم طبعا في كل حتة وخدماتهم في كل حتة. بص أنا من غير ما أقرأ والله، يعني أنا من غير ما أقرأ شايف، أنا فهمت التصميم. وين ما تسافر استمتع بأميال وكفاءة، خلاص الموضوع انتهى. التصميم يعبر على النص واللي هو عنوان، ما جابش الحتة دي، ما تاخدتش من الحتة دي، في مشكلة وفي حاجة من الاتنين، يا العنوان مش مناسب يا التصميم مش مناسب. تمام. تعال بص هنا طبعا 0% وقسط مش عارفين، وهنا مخلي الموضوع يعني ايه، في راحة للعين وانت بتتفرج وهم بيعملوا الدمج. ما شاء الله عليكم يا شباب، الله ينور. هتبدأ مثلا تقعد تتفرج كده وتشوف الموضوع ماشي ازاي. بيبدأ يحكي لك هنا مثلا ازاي يحول التصميم النهاري للتصميم الليلي، الشكل الجميل الممتع ده، حتى ممتع يعني بصريا وانت بتتفرج. ممكن تكون انت مثلا مش فاهم حاجات كتيرة قوي وانت بتتفرج، بس اتفرج وانت بقى بتنفذ. اثناء تنفيذك هتلاقي نفسك بتطلع ابداع، هتلاقي عندك استوكات ما بتقفش. يعني مثلا طب هو عملنا العنوان، طيب العنوان ده اول ما احطه هنا ابدا اجمع الاستوكات. طب ايه ده انا في استوكايه لازم اجيبها. الاستوكايه دي هتجيلك منين لو ما كنتش انت عامل الهام كويس؟ تبدا تنزل تحت وتتفرج بقى على الشغل بتاعهم، ما شاء الله عليهم. طيب هنخش على مشاريع تانية ونبدأ نتفرج. ده شكل تاني من أنواع برضو اللي هو اليوم الوطني، واللي هو الموضوع بالشكل ده. تعالى كده نبص على الحتة الكرياتيف دي، حنفية وبتنزل ايه اللي هو الفاتورة. وطبعا التصميم المفروض ان انت بقى هتحاسب ازاي او هتمشي ازاي. هنا مثلا انت ممكن تعمل فكرة زي كده بس منظور تاني، انك مثلا يعني تخلي الحنفية زي كده بالشكل ده، او تعليها وتصغرها كمان وتعمل كوب قهوة تحتها وتخليه تنزل القهوة. وفكرة برضو انك يبقى احنا في بيتك لو انت بتعرض ماكينة قهوة او الشكل ده او شكل زي كده، وتعرض اللي في دماغك كله. تقول ايه ده، وانا مثلا ما اقدرش اعمل هنا كوباية قهوة، لو انا هعرض ماكينة قهوة تبقى بالحجم ده. فدي مثلا حاجة زي كده. تعالى كده ننزل تحت ونتفرج، او نخش بقى على ايه، على حاجة تانية تبدأ تتفرج. وده برضو شكل من اشكال الفونتات الجميلة اللي انا بحبها جدا ورغم انها مجهدة جدا. بص كده توزيع الكلام، بص الموضوع مريح جدا للعين، الخط نفسه مناسب جدا كشيدة، الفونت عايز يظهر لك ايه ويبينه بوضوح عشان تقراه. موضوع جميل بصراحة. تبدأ تنزل تحت وتبدأ تتفرج وتتفرج وتتفرج. طيب هنضغط على دي كده ونشوف اللي بعدها. تعالى كده بص على ده، ما هو احنا مش شايفين قوي كده برضه. تعالى نسيفه، سيف. بعد كده نفتح كده بالشكل ده، يعني مثلا بالشكل ده. تعالى نزوم ان. بص بقى هنا الفكرة كلها دي كلها بتبقى عبارة عن ايه، هي خلفيات عادية جدا، بس هو قفل كل الخلفية بكل العناصر، خلاها باللون الأخضر عشان تبان اللي هي زي ايه، زي المونوكروم كده. هو اللي لعب في إضاءتها وظاهر بس العنصر اللي هو الشخص والخدمة وازاي يقدر يعرض الخدمة بتاعته. فهنا الفكرة جميلة جدا. لو جيت بصيت كده على عارض الشكل بالشكل المنظور التحفة ده، ويبدأ يستعرض اللي هو العنوان نفسه
هتلاقيه بيتكلم عن الديزاين، فمش هتلاقي فيه اي خلاف. لو جيت لاحظت هتلاقي انه محافظ على الالوان الهويه، يعني كل ده الاخضر والاصفر والجلابيه البيضاء والشماغ هو محافظ على نفس الالوان، نفس الفكره. كل الحكايه مغير في المنظور، مغير في طريقه العنوان، مغير طريقه اللي هو يخليك انك ما تزهقش، لان دي هويه. انا مش جايب لك مثلا خلفيه بيضاء، مش غير لك. بلاش لعب، بلاش فرهضه، امشي على النظام تكسب، تريح العين وتهدي الدنيا، تخلي العين تهدى. انا شايف حاجه لذيذه، حاجه جميله. تبدا بقى تشوف التنوع اللي هو عامله في المنظور والاختلاف. الكنبه صفراء، الموبايل بيعرض سكرين، هنا لوكيشن بيعرض كذا 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 كذا، السرعه بتاعته بيتكلم عنها، بيتكلم عن طرق الدفع اللي انت هتوصل بيها. طيب تعالى كده نشوف حاجه تانية مختلفه، نبدا نبص عليها. ده كان ايه؟ تعالى كده نفتح كده في بيهانس، نبدأ نتفرج. بص كده الألوان، وزي ما قلت لك قبل كده الفترة دي كلها سكرينات وأوتر جلو. هنا الراجل بيعرض الشغل بتاعه، تحكم كامل، مش عارف ايه، بيجيب لك انواع تكنولوجي كتيرة. ده تطبيق اودو اللي هو ده كان بتاعي بتاع الويب سايت والكلام ده. وهنا مثلا التخزين، مساحة التخزين بتاعه. هنا طبعا لو جيت لاحظت هتلاقي هنا بقى المونوكروم، وهتيجي تبص كده هتلاقي ان الموضوع ماشي بتناسق وبألوان ثابتة. هنا علامة الاستفهام دي كده لو انت بتسأل سؤال. بص هو عاملها ازاي، يعني هو عاملها في علامة استفهام. انت ممكن تاخد موضوع علامة الاستفهام ده في حتة تانية خالص. فتبدأ بقى تنزل تحت كده وتتفرج وتشوف الكالر باليت اللي مستخدمها، الروح بتاعة التصميم ماشي بروح هادية جدا، ما فيهاش اي لعبكة، ما فيهاش اي حاجة يعني تدوخ منها. وهو بصراحة عالمي، يعني مريح الدنيا خالص. وده مبين قد ايه هو قوي، قد ايه في الريتاتش بطريقة مش مبالغة. عنده كده ايه حس ومتعة. انا الصراحة شايف الالوان دي مريحاني جدا 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 وانا بتفرج كده. هو شغله عالي ما شاء الله عليه. طبعا عيد الأضحى عامله هنا بينور. انت بقى بتبدأ يوم عمل يوم التأسيس. لو جيت لاحظت كده يوم التأسيس، بص هنا حاطط برضو الحاجات اللي هي تخص يوم التأسيس مع الهوية بتاعته، عامل دمج ما بينهم الاتنين كويس قوي. الفونت بتاع يوم التأسيس. تبدأ تنزل تحت وتتفرج. بصراحة الكواليتي عنده رهيبة، كواليتي محترمة جدا. الله ينور يا أحمد الجساس، الله ينور يا أحمد يا جساس. شغل فخم وجامد قوي، حلو جدا جدا جدا. طيب تعالى ننتقل بقى لحاجة صفحة تانية ونبدأ نتفرج مثلا على حاجة زي كده المنتجات. تعالى كده نحمل برضو ونشوفها. تعالى نكبرها كده بالشكل ده. هنا بقى برضو لو انت خدت بالك الألوان خلي باله منها، دي الماتشة بالشوكولاتة البيضة، فحاططها برضو في حديقة. والسماء أهم حاجة الكونتراست ما بينها وبين السماء. الكتابة الفونت بخط ميال برضو للألوان اللي هي الخضرة اللي هنا دي. هنا لو نلاحظ هتلاقيه واخد البرسبكتيف بتاع الكلمة مع المنظور بتاع برضو المنتج، مع المنتج اللي هي شرباه او اللي هي عاملاه. فهنا برضو عامله بطريقة الكوفي اللي احنا عارفينها ان هي كستور بيتباع منه على شكل الايه الماتش اللي هما بيبيعوها دي. فالموضوع يبان قوي. وهنا برضو وكأنك بتتغذى على استماع كويس، فكويس جدا. تصميمات قوية جدا ما شاء الله عليهم. تعالى برضو نفتح وندور. لو طلعنا تاني برضو دخلنا على صفحة تانية عشان حاسس ان انا طولت جدا جدا جدا. تعال نشوف حاجات تانية بشكل عام. تعالى نفتح التصميم ده كده ونبص عليه هياخدنا لجوه الايه. نبدأ ننزل تحت كده وبرضو نتفرج. دي تسويقات كلها لأهداف ميديا باير وإعلانات وبالشكل ده. حتى التصميمات اللي فيها إعلانات زي كده أنت لازم برضو تتفرج عليها. يعني شركة زي دي مثلا، مؤسسة زي دي عاملة حاجات زي كده إعلانات اللي هي زي الميديا باير والجرافيك في العام، بتمسك الشركات بتنقلها من مرحلة لمرحلة، سواء تصميمات وتحليل بيانات وسواء استهداف. الحاجات دي كلها انت لازم تبقى على مشاهدة ليها اكتر ما يمكن
اختار بقى كلمة منهم وننزل تحت نتفرج برضو، ندور على حاجة. بص شكل الظرف او شكل الفيزا، دي حتة كرياتيف قوي، دي حتة كرياتيف قوي، دي انت ممكن برضو تستخدمها في اعلانات البنوك والكلام ده، الشكل الجميل ده. بس بدل ما تحول بقى انه يبقى مثلا ظرف او كده وفيه فلوس، انت ممكن تحولها محفظة بشكل الفيزا فيها فلوس دي، لا يعني حاجات زي كده. فانت بعدت عن الفكرة. طب ليه ما يكونش الهدف بتاعك رايح في الاتجاه ده؟ فتبدأ تنزل بقى وتتفرج على حاجات زي كده، تنزل تحت وتتفرج في حاجات طبعا للصينيين، عشان المرة اللي فاتت لما عملنا بحث قلب لنا الدنيا في الصينيين. هنا الموضوع باين كويس قوي، فكرة جامدة جدا. انت والمستقبل ان ده مثلا هيتخرج بعد قد ايه، انت ممكن تعملها مثلا في اي سلعة، في اي حاجة، تدور على انك ازاي تضيف السلعة بتاعتك مع شخص بنفس الاسلوب، ومعاك في اي وقت، معاك في اي حتة. تيجي تبص هنا، تنزل وتبدأ تتفرج. او تعالى نقلب من البيج دي، نطلع لصفحة تانية نبدأ نتفرج عليها، نبدأ ننزل وندور كده على حاجات. يعني هي الفكرة، ده فكرة جني ده ومدد ايده على طبق كشري، بس دي هتتعمل فين؟ ممكن والله مش عارف، لا هي ما بتعملش في مصر الا في مصر، يعني كشري في مصر والحاجات دي انت ممكن تعملها بطريقة الكبسة. يعني الكبسة برضو فكرة كويسة، انت تعملها بنفس الفكرة لأي مطعم شاورما بتاع اسلوب الجني بقى، واللي هو بتاع مصباح علاء الدين، وتنزل تحت وتفضل تفرج. طيب تعالوا كده نشوف حاجة لمثلا الكوفي والكلام ده، القهوة. تعالى كده نفتح ده كده بالشكل ده، بص كده شكل جميل، توزيع عامله في تنس، ألوان مختارة بحكاية حلوة. يعني أنا بحب عامة التصميمات اللي بتبقى اللي هي شغالة ايه بالطريقة المباشرة دي، بتبقى قوية وواضحة في نفس الوقت، ما بتعطلش، ما بتتأزمش يعني مع العميل، يبقى عارف هو ايه ده، بيعرض ايه وبيبيع ايه، فاذا انا هروح له. الفكرة بقى انك ازاي تعمل له ديزاين يفتح نفسه على انه يستخدمه، دي حاجة بتبقى سبحان الله ايه، مش سهلة تتعمل. تعالى تصميم للمشويات عامة، دي صورة، يعني الشكل ده صورة كده، دي صورة ومكتوب عليها. تعال نبص لحاجة زي كده، فبص ده شكل ايه التصميم. يفتح البوكس تلاقي اكل جاهز او اكل بيتي، تبدأ تركز. نبدأ ننزل شوية وننزل تاني، تبدأ بقى انت دخلت بقى في حتة المأكولات والمشروبات والكلام ده. بص كده اكل بيتي، هو اصلا مش بيعرض اكل، هو بيعرض سمنة بس، يعني ماشي ماشي. فالتصميمات كلها جميلة. فانت بقى تعمل تغذية بصرية عشان ايه، ستوكات صور متاخدة حقيقية، ويعني مش كلها بس معظمها صور متاخدة حقيقية ومكتوب عليها ايه، يعني واخدة فوتو سيشن كده، معمول لها سيشن كويس. احنا كنا في صفحة زي دي قبل كده، تعال نقفلها، تعال نفتح كده الشكل ده. بص كده التصميمات دي برضو معمول لها غالبا سيشن، دي معمول لها جلسة تصوير عشان تطلع بالشكل ده، الشكل الجميل قوي ده. يعني الباكج نفسه معمول، لا والله ده ممكن كمان تكون متصورة، يعني تقدر تشتغلها AI، كل ده تقدر تشتغله AI. بس هي اكيد، بس هي وقتها يعني هي وقتها باين انه كان الجرافيك ديزاينر شاطر، يعني انه مركب الحاجات حلو، يعني باينه قوي ان هي ايه، يعني وقتها انه كان، يعني البروجكت ده بتهيألي لو اتعادلوا تاني ويعملوا تاني هيطلعوا في حتة تانية خالص، ما شاء الله عليه. يعني تبدأ تاخد اشكال بقى من هنا ريفرنس ليك بشكل المنظور وتوزيعاته ومع الالوان وتغييراتها، اللي انت ما تحسش انه اصلا لعب في حاجات كتير. يعني بص هنا مرة علبة، مرة سندوتش مختلف، بعد كده مع علامة اوكي. انت تبدأ تبص على الكلام ده، يعني مش مجرد صور وتتفرج انت بتعمل الهام في كل حاجة، في شكل الستايلات اللي هتبقى ورا بعض في الانستجرام، في الشكل العام في السوشيال ميديا. يعني بص هنا مثلا عيلة فوق بعضها، اللي هو هيبقى لمة الصحبة بقى والكلام ده كله. هنا مثلا يكون شكل الصحاب قاعدين مع بعض على ترابيزة، هنا البوكس بتاعك جايلك في شنطة عاملة ازاي، هنا شكل الشاورما او شكل السندوتش، هنا
شكله وهو في العربية بتاعتك، يعني معاك بقى في كل حاجة، شكله وهو في مكان أو الدولاب التدريبي اللي أنت بتدرب فيه، أيا كان تدريب بقى سباحة تنس. هنا الشكل، هنا شكله وانت بتلعب، هنا معاك بقى في اي حتة في الحياة. ده بيبقى عامة بيبقى زي لايف ستايل كده، احنا معاك في كل حتة، اشكال مختلفة بتوزيعات مختلفة بطرق مختلفة، المهم ان احنا كده كده معاك. دي كلها شكل من اشكال التصاميم والارت دايركشن، ان انا مش واقف بس هعمل لك تصميم حلو بس، لا ده نوع من انواع الغريزي بقى، انا متوغل فيك في حياتك اليومية، مرة على السرير، مرة لما تصحى من النوم، مرة قبل تغسل وشك هتلاقيه على السفرة، مرة كده زي ما انت شايف بعربيتك، رايح فسحة، رايح رحلة، رايح فين، ده الانواع دي بتبقى قوية جدا جدا جدا، وبالذات في استخدام والبيع، يعني بالذات في البيع ده بتبقى موضوع قوي جدا جدا يعني فيها. تعال نخش على اللي بعدها على طول. ده البرفيوم زي ما احنا عارفين. بص الفونت، ركزوا على الفونت يا جماعة، الفونت ده بالذات في البسيط مش محتاجين لعبكة، يعني في اي حتة تانية عايز اقول لك في ضرب نار في الفونت، خناقة على الفونت، انما هناك فونت الهادي اللي موجود التمام. حط يا باشا الفونت، تصميم شياكة، الالوان تبقى مظبوطة، الفكرة واضحة وبس، مش عايزين اكتر، موضوع بسيط وسهل جدا جدا جدا. يعني مثلا فكرة زي دي كرييتيف برضو، النسر او الصقر ماسك بمخالبه ازازة البرفيوم، انت ممكن برضو تفكر لها فكرة تانية، نجيب ازاي نحط مثلا على الحصان او الفرس وهو واقف كده اي منتج انا عايز احطه. اذا انا اول ما بتخش فكرة مثلا في حتة الحيوانات او بتاع، بتبدأ تطلع انت بقى بدماغك، بدل ما يمسك بقى بمخالبه، كأنه بقى اللي هي الفكرة هنا بتدل على انه كأن المنتج ده فريسة، يعني انت فاهم، هو حاجة مهمة جدا لازم تبقى معاه، ما هو لو ما خدهاش هيموت من الجوع، فاهم؟ ده الاسلوب ده قوي جدا. يعني تعال ننزل تحت تاني اهو، بص برضو نفس الفكرة، ازاي لسه بنتكلم والله مرة اشوفه معاكم يا جماعة الحاجات دي، فبس وانت اتفرج روعة. التنين وهو ظاهر، يعني انا ما اعتقد هي فكرة واحدة طلعت منها كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. يعني بص على هنا هرب بطريقة، يعني هنا مثلا عملها بطريقة الذئب، هنا راح يعني عشان خاطر، ولو لاحظت هتلاقي الوان برضو الذئب موجودة على العلبة، هنا راح بألوان النمر عشان برضو الألوان هنا موجودة على الجاguار ده. تعال بقى ننزل تحت ونتفرج، والله العظيم أول مرة أشوفها معاكم، يعني أنا بقول لك يعني هي الفكرة في الحاجات دي انك تقدر تطلع، بس محدش عمل على الحصان لسه، يعني محدش عمل على الحصان لسه الفكرة اللي بقول لك عليها دي. طيب وتبدأ تنزل وتدور، كلها عاملة بص عالم بقى، انت تخش دخلنا في رجل صقر، هتلاقي بقى ايه بقى في حاجات كده سنية بتطلع افكار لوحدها، يعني ايه بتشتغل لوحدها. هنا بص 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 الفكرة هنا دي نقلها، يعني دي نقلها في حتة تانية خالص. هنا بقى جو برضو الرمال وانه ازاي مردوم عليه وتعبير كويس قوي. الانواع دي من التصاميم يا جماعة لازم تخلي بالكم من حاجة، انه ما بيتكتبش عليها احنا بنقول ايه، او ده بيبقى مثلا براند معروف او فكرة واضحة، انت بقى تطلع منها دماغك بتقول ايه، فيخليك في حتة ان انت تقول اصله ايه، يعني اصل احنا تركيباتنا غير بعض، انا ممكن اشوف الحاجة غيرك وانت غيري، ده نوع من انواع الارت دايركشن، هو ما يكتبلكش على التصميم، ما يكتبلكش اي حاجة خالص، يسيبولك كده احنا اقول حفرة مردوم، ده معناه انه هو من قديم الازل، فاحنا بنحكي بقى على انه ازاي احنا طلعناه وطلع عشانك، فانت بقى تبدأ تقول ده حاجة دي بريميوم بقى، وحاجة ايه كويسة جدا ونظيفة. هنا ده برضو شكل السحلية او الحرباية، المعروف الحرفاية بتغير لونها، طيب هو هنا وقف عليها وبرضو ما تغيرش لونها، اذا دي حاجة يعني ايه هادية شفافة، يعني اللي هي مش مؤثرة لدرجة انك هتغير شكلك او لونك او كده، بس هي بتدي طابع كويس. تعال ننزل تحت ونتفرج. هنا بقى لو انت بتدور بقى على الفخامة بقى، بس ده في الانجليش بقى، في حتة مثلا زي لندن او باريس الكلام ده، ان هو بيكمل المبنى او بيربط المباني ببعضها. هنا بقى الذوق العام، شوف الماسكة في البرفيوم. تعالى بقى ننزل تحت او تعالى نطلع نغير البيج كلها، احنا دخلنا هنا برضو قبل كده. طيب تعالى كده نفتح ده،
تعالى بقى نفتح تعالى نفتح التصميم ده، نسيبه، نفتحه كده بالشكل ده. بيتكلم بقى عن انه ايه رقم 8 مثلا، ان احنا ممكن نستخدمه في اي حاجة فيها فواتير، حسب بقى انه بقاله مثلا ممكن نخليها 15 20 سنة بنعمل كذا، هتاخد خصم لو عملت برقم كذا، تعملها بالطريقة اللي هي بتاعت الفواتير. ده كله سهل بشات جي بي تي. هنا الشكل بتاع الكراتين او العلب بتاعت مثلا حليب المراعي، فانت تقدر تعمل حاجة زي كده، اللي هو انت مثلا عندك منتج، تقدر تكون من المنتج ده الشكل العلب بتاعته. ده برضو شكل من الاشكال الجميلة جدا. تعالى ننزل تحت ونبص مثلا على التصميم ده، ده يوم التأسيس، الشكل عامل ازاي، عامل مثلا الملابس بتاعت السعوديين، والمنتج بتاعه هو كأنه شخص يتعايش معاهم للهوية بتاعتهم يعني. وطبعا باليوم اللي هو التأسيس السعودي، تبدأ تبص على التصميمات كلها وتشوف الموضوع يمشي لحد فين. هنا أهلا بالعالم، هنا الشكل بتاع كأس العالم عامل ازاي بالشكل عامة، الهوية الخليجية. فانت بقى ممكن برضو تاخد يعني في وقتها يعني تاخد شكل كأس العالم بالطريقة دي، تنزل تحت وتبدأ برضو تتفرج. دي كده أجواء رمضان في السعودية وتروح نازل تحت تاني وتبدأ تتفرج على التصميمات كلها بالشكل ده كده. تنزل تحت، تعال نخش على صفحة تانية، تعال نخش على التصميم ده كده ونشوف بيقول ايه. تعال نخش على التصميم نفسه، اسمه الخليج او الخليج. تعال بقى ايه نشوف، بص الجمال بقى، او ده بقى شغل ما شاء الله عليه. رابط بقى ما بين التراث العربي بالشكل القهوة بتاع مين بس، التصميم او المشروع بتاع بلال محمد. رابط بقى شغل بقى جامد قوي، بالتراث بالعلبة. بص انا خلي بالك ما قريتش، بس هي الفكرة قهوة تحكي تراث يعني. هو التصميم بيبان، التصميم الناجح بيبان. الله ينور، الله ينور عليك. تعال ننزل تحت كده نتفرج. وجودها أساسي، ده كان دليل بقى إن هي في المطبخ. التفاصيل تصنع الفارق، وهي فعلا فيها تفاصيل محترمة جدا. الباكج قوي جدا، يعني الباكج نفسه عليه تراث وشكل تراث قديم وشكل بيحكي عن نفسه بصراحة، لا غنى عنه الشكل. وهو المميز في التصميمات اللي بالشكل ده انه كل حاجة يعني ان الحاجة باينة بريميوم، حاجة باينة مش اي حد هيعرف يمتلكها. يعني الحاجات اللي زي كده مش اي حد هيعرف يمتلكها. فالتصميمات دي بتبقى قوية جدا جدا جدا، بتبين الهوية للبراند اللي باين. يعني انا عايز، يعني انا دلوقتي وانا قاعد اهو، انا ما اعرفش ايه قهوة عربية فاخرة دي، ولا اعرف شكل الخليج ده، بس انا اعرف ان هي غالية مش رخيصة، مش اي حد هيمتلكها. فهو الفكرة بقى طبعا الصراع والخناق على ان هم ازاي، وان هي مش كتيرة ونادرة. هنا تبدأ تبص، هنا بقى انت ممكن تقلب الموضوع بقى في اي منتج تاني لنفسك بقى. يعني انت خلاص بقى، انت المفروض انت فهمت اللعبة فين، انت خلاص بتدور على تشغيل دماغ، انت فاهم. فانت بتدور بقى في الصراع. يعني حتى الراجل عامل الصراحة شوية شغل وأداء وكرياتيف رهيب. يعني هتلاقيه في كل الفيجوال بتاعته مش كاتب إلا كلمة جملة بس، الديزاين بينطق لوحده. تعال ننزل تحت في الصدارة، تنزل تحت تاني، ثانك يو، شكرا ليك يا بلال، تصميماتك ما شاء الله عليها. تعال نخش برضو على حاجة زي كده. بتهيالي احنا حكينا حاجة زي كده قبل كده، التصاميم اللي بالشكل ده. فتبدأ تنزل. طب تعالى ننقل على حاجة تانية. انا لو ما لقيتش حاجة اولانية مش هخش فيها. طيب بص بقى هنا، تعالى بقى نبص هنا في الحتة دي، نبدأ ندور على حاجة. تعالى كده نخش على الحتة بتاعت الفيز عامة. بص بقى الشكل بقى، بص كده ان هي بتبني وان هي بتكمل المبنى مثلا هنا على الشاطئ. فالشكل رهيب. هنا بقى الفواتير، وان هي بتحاسب على كل حاجة، وطبعا بتقسط من غير ما تدفع كاش ومن غير ما يبقى عيب عليك الكلام ده كله. تعال بقى نخش على حاجة تانية، حاجات تحفة بصراحة. هنا برضو استخدام الشكل ده والوضعية للفيزا، ممكن تقلبها لأي حاجة تانية خالص، يعني بمعاني مختلفة بشكل مختلف. انك تجيب منتج زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني بتبقى من ابسط الاشياء بس من اذكاهم تشغيل. يعني ده بيقول لك انا هسافر بالفيزا تشتغل معاك في اي حته وفي العالم بالشكل ده.
انت برضو لو تعرض خدمة احنا معاك في اي حتة في العالم. نبدأ ننزل تحت، تعال نشوف الشكل ده. دي كده مستحضرات الشعر والكلام ده. انت ممكن، هي اهم حاجة الالوان، يعني الالوان في السوق السعودي دي لو انت عرفت تمسكها صح، انت خلاص انت كسبت السوق السعودي. اشكال مختلفة بقى، انا عايز اسيبكم انتوا عشان احنا لو قعدنا بالشكل ده 100,000 سنة مش هنخلص من الموضوع ده. تعال نبص هنا كده، الموضوع ده اللي كان فيه تراثي هايل. تعال نفتحه. ده شكل جميل جدا جدا، بيحكي عن اللي هو مش عارف بتاع مين، يحكي عن القهوة والشكل العام والطابع التراث بقى القديم ده. حاجة كده في اليمن، يمن اهي. طيب تعال نخش على اخر حاجة ونبص عليها بصة كده. هي عامة ما فيهاش اي حاجة. تعال نعمل ريفرش للصفحة عشان احنا المفروض هيجيلنا كل حاجة بتاعت السعودية دلوقتي. بص هنا الشكل التصميم ده مثلا. انا بعد ما اديك اللينكات دي كلها، انت البنترست بتاعك هيبقى شكله رهيب على اللينكات اللي انت خدتها من الفيديو اللي فات. فانت كده انا اضمن لك بنترست هيتحول معاك فعلا للشكل المثالي لجرافيك ديزاينر يقدر يشوف ريفرنس ليه او يشوف انسبيريشن ليه، الهام ليه. الشكل العام كل ده كده بقى انت بقى تتابع وتشوف كل حاجة وتشوف الدنيا ماشية فين. ونيجي بقى لنهاية الفيديو، بس قبل ما ننهي عندي سؤالين او حاجتين. اول حاجة منهم، اعمل ايه عشان اجيب عميل سعودي؟ طيب تاني حاجة، اعمل ايه لو جالي عميل سعودي عشان اقفل معاه الديل؟ السؤالين دول لو انتوا عايزين نعمل ليهم فيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات، وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد، وهسيب لك كل المواقع دي واللينكات كلها في الديسكريبشن. والسلام عليكم.